السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. ورجعنا لكم تاني عشان نكمل مع بعض سلسلة مخبوزات الأفران بطريقة سهلة وبسيطة وكمان اقتصادية، وهنعرف مع بعض كل التكات والتفاصيل علشان الوصفة تبقى ناجحة معاكي. لو أول مرة تشوفوا قناتي والوصفة عجبتكم ياريت تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك علشان يوصل لكم كل جديد. وهنعمل مع بعض النهاردة بوريك الأفران، هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة، وهنقول كل تفاصيل نجاح العجينة معاكي، حتى التسوية هنقول ازاي تسويه بحيث تطلع معاكي مظبوط. شايفين التسوية بتاعته جميلة ازاي، والعجينة قطنية وهشة، وان شاء الله هيعجبكم. يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف المقادير. هكون محضرة طبق اللي هعجن فيه، وهنزل فيه بكوباية من المية الدافية، وهضيف لها معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهضيف نص كوباية سمنة على زيت. لو انت عايزة تضيفي سمنة بس ممكن، ولو عايزة تضيفي زيت بس ممكن، بس انا عملت خليط ما بين السمنة والزيت. وهضيف كوباية من الزبادي، حجم كوباية الزبادي 110 جرام، هفضيها كويس. وهضيف معلقتين كبار من الصلصة بتدي لون حلو للعجين زي بتاع الأفران بالظبط، لكن ما بتغيرش من طعم العجين. ومهم انك انت تضيفي الصلصة مع السوائل وتقلبيها كويس، لان ما ينفعش تضيفيها بعد كده بعد ما بتنزلي بالدقيق، هتلاقي اللون بتاعها متوزعش كويس في العجين. بعد ما قلبنا كويس هبتدي اضيف الدقيق. هضيف اول كوباية دقيق، وهنزل عليها بربع معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من خميرة الحلويات البيكنج باودر. بعد كده هضيف كوباية تانية من الدقيق، وابتدي اقلبهم كلهم مع بعض لغاية ما الدقيق يختفي. وهضيف الكوباية التالتة من الدقيق، وارجع تاني اقلب الخليط كله مع بعض. شايفين الدقيق ابتدى يختفي ازاي؟ هبتدي اضيف الكوباية الاخيرة اللي هي الكوباية الرابعة من الدقيق، وهقلبه بقى بالمعلقة قبل ما ابتدي اعجن. كده خلاص هبتدي اعجن بايدي لغاية ما احصل على عجينة تكون طرية ما تكونش بتلزق في الايد، وكل ما بتعجني فيها كل ما بتديكي نتيجة احسن. لو انت حسيتي ان العجينة بتلزق معاكي شوية، ممكن ان احنا نزود معلقة كبيرة من الدقيق، وساعتها بتزودي بالتدريج، مش هتزودي كميات كبيرة. يعني هو ضفت بس معلقة كبيرة من الدقيق، لان زي ما انتوا عارفين كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. كده خلاص الدقيق كله اختفى معايا في العجين، والعجينة زي ما انتوا شايفين بقى ملمسها طري وما بتلزقش في الايد وجميلة. كده العجينة بقت مظبوطة. بعد ما عجنتها لمدة 5 دقايق هبتدي اغطيها بكيس واسيبها تستريح لغاية ما ابتدي اجهز حشوة البوريك. هكون محضرة قالب جبنة اسطنبولي، لاني بحس ان الجبنة الاسطنبولي بتبقى طعمها جميل جدا في المخبوزات. هقطعها قطع صغيرة بالسكينة. بعد كده هبتدي اضيف لها شوية زيت، لان الزيت بيخلي الجبنة طرية اثناء الخبز في الفرن ما بتنشفش منك. عايزة تضيفي زيت زيتون ضيفي، عايزة تضيفي اي نوع زيت براحتك. بعد كده هكون مقطعة الزيتون المخلل قطع صغيرة وهضيفها للجبنة، واقلب الخليط كله مع بعض. لو انتي مش عايزة تضيفي الزيتون مش مشكلة، هينفع تضيفي الجبنة بس لو لها شوية زيت زي ما قلتلك عشان تبقى طرية اثناء الخبز ما تنشفش منك. بعد كده هبتدي اجيب العجين، هنزله خلاص العجينة استريحت معايا، وعجنها شوية علشان ابتدي اخرج فقاقيع الهواء اللي فيها مكانة مخمرة الشوية اللي احنا سيبناهم فيها. وهبتدي اقطع العجين لقطع صغيرة، كل قطعة هيبقى حجمها 20 جرام. لو انتي ما عندكيش ميزان ممكن بالنظر كده نقطعيها لقطع صغيرة.
وهبتدي اخد كل جزء وابتدي ألمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده لغاية ما يديني شكل مدور متناسق. اهم حاجة ان كل جزء تخلصيه تكوني مغطياه بالكيس عشان العجينة ما تنشفش منك، عشان لما تيجي تشكليها يبقى سهل معاكي. نعمل مع بعض واحدة كمان علشان تشوفي ازاي بلم العجينة، وهعمل الكمية كلها بنفس الطريقة. الجميل في الطريقة ديت ان من 4 كوبايات دي بس هيديكي كمية كبيرة. انا اداني تقريبا بتاع 45 قطعة. هبتدي اخد بعد كده كل جزء وابططه وافرده بالطريقة دي، بس ما ترفعهوش قوي، وهحط جزء من الجبنة بالزيتون وابتدي الفه. اهم حاجة تلفيه كويس وتقفليه كويس علشان اثناء الخبز ما يفتحش منك. خلاص بعد ما لفيته كده شايفين، بصوا هبتدي اتك على العجينة بالطريقة دي علشان ما يفتحش معايا اثناء الخبز. بعد كده لما اجي احطه في الصينية هكون محضرة صينية وادهنها بطبقة زيت خفيفة، والجزء اللي انا قفلته دوت اللي هيبقى تحت اثناء ما انت بتحطيها في الصينية. هناخد مع بعض واحدة كمان. طريقة فرده سهلة قوي لان العجينة معاكي مظبوطة وهتريح معاكي في الفرد. بفرد وباخد جزء من الخليط احطه فيها. ممكن تحطي جبنة بالزعتر لو انت حابة، وتحطي عليه شوية زيت زيتون برضو، او اي نوع زيت بتفضليه. يعني عندك حشوات مختلفة ممكن تستخدميها. اهو بنقفله كويس. تتأكدي انك انتي قفلتي الطرف المفتوح ده كويس جدا، والطرف اللي احنا بنقفله ده هو اللي هيبقى تحت في الصينية. وبكده خلاص خلصت كل كمية العجين اللي معايا. هجيب بيضة وهضيف عليها رشة فانيليا، وهضيف معلقة حليب، وهضربهم بالشوكة كويس لغاية ما يندمجوا مع بعض. كده تمام. اللبن فايدته انه بيخلي بياض البيض يفك من بعضه. بالفرشة ابتدي ادهن كل كمية البوريك اللي معايا، ادهن جزء واوزع عليه سمسم او حبة البركة. ما بدهنش كل الصاج مرة واحدة بالبيض علشان البيض بينشف معاكي. تيجي تحطي السمسم وحبة البركة هتلاقيه مش بيمسك. او شوية دهنتهم وابتدي اوزع حبة البركة، وهوزع كمان سمسم، وسبته يخمر لمدة ساعة. وعلشان الجو حر خمر معايا بسرعة. وانتي ممكن توسعي المسافات اكتر من كده علشان ما يلزقش في بعضه اثناء التسوية. كده خلاص خلصت الكمية كلها. هكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 200 لان المخبوزات بتحب درجة الحرارة العالية، وهحطه على الرف اللي فوق. ده شكله بعد ما استوى وخرج من الفرن. شايفين التسوية بتاعته جميلة ازاي، وعشان دهناه بالبيض ادانا اللون الحلو ده. شكله جميل وريحته تحفة. شايفين اداني كمية كبيرة ازاي. اعمليه في البيت لان بيبقى فعلا طعمه احلى. شايفين هش ازاي لان العجينة جميلة ومظبوطة معايا. نيجي نقطعه مع بعض كده ونشوف شكل الحشو من جوه. هتلاقيه من جوه مفرغ، والجبنة فيه شكلها جميل. شايفين عامل ازاي، وطعمه فعلا تحفة. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة، وياريت تعليق جميل منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.